امتى نقول للعميل لا؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. انا سلوى عبده، ووردبريس ديفلوبر. تابعونا للنهايه ويلا بينا. في حالة إن العميل طلب طلبات غير منطقية، زي مثلا وقت قليل جدا، أنا عايز الموقع ده في يومين، أو سعر قليل جدا، ففي الحالة دي بنقول له لأ. ما ينفعش أقدم له جودة قليلة، لأن كل ده بيكون محفوظ باسمي في شغلي. فما ينفعش إن أنا أقدم جودة قليلة عشان أرضي العميل. العميل أوقات مش بيكون عارف مصلحته، وبيكون محتاج حد يوجهه. فما ينفعش يقول أنا عايز الموقع في يومين عشان مستعجل. لأ، مفيش حاجة اسمها موقع في يومين. أنا بديلك وقت وبنجز لك على قد ما اقدر، لكن ما ينفعش تقول لي يومين. انا مش هقدر اديك جودة قليلة، فبالتالي مش هينفع اديك موقع في يومين. في الحالات دي المفروض نقول لا. عندنا كمان العميل اللي بيطلب تعديلات اثناء التنفيذ. احنا ما نقدرش ندي تعديلات للعميل اثناء ما احنا بننفذ. في عملاء بتطلب ان احنا نعمل الشغل بتاعهم على الهوست والدومين عشان يكونوا متابعين خطوة خطوة، ويقولوا لك لا اعمل كذا، لا اغير كذا، لا اعدل في كذا. فالحقيقة ده ما ينفعش. لو انت مدي للعميل وقت معين هتنجز له فيه الموقع بتاعه، او هتنجز له فيه الشغل بتاعه، فبالتالي المفروض ننجز الشغل الاول ونخلصه في الوقت ده، وبعد التسليم بنكون متفقين هناخد تعديلات قد ايه من العميل، وبالتالي بناخد التعديلات كلها مرة واحدة. لكن ما ينفعش ان العميل اثناء ما احنا شغالين، واثناء ما انا لسه ما خلصتش الشغل بتاعي، ان هو يقول لا عايز تعديل في كذا، لا عايز تعديل في كذا. انت بتديني تعديلات بناء على ايه وانت مش شايف الموقع بصورة كاملة قدامك؟ فبالتالي احنا ما ينفعش نعمل كده، ان احنا نسمح للعميل ان هو يدينا تعديلات اثناء التنفيذ. الحقيقة ان العميل ليه كامل الحق ان هو يدينا تعديلات وننفذها، ولكن مش اثناء التنفيذ. بعد ما الموقع يكون كامل نقدر بعد كده ان احنا ناخد منه التعديلات بشكل كامل. العميل اللي بيتدخل في كل تفصيلة في التصميم بتاع الموقع مثلا، او في حاجة تقنية في الموقع هو مش فاهم فيها، فالمفروض ان احنا نقول له لا. يعني مثلا لو طلب ان احنا نعمل حاجة معينة، والحاجة دي في المكان اللي هو عايزه بالظبط هتكون شكلها مش حلو، فاحنا المفروض نعرفه. فهو اصلا بيكون في حل من الحلين: يا اما رأيك في الاخر بيعجبه بس بعد ما تنفذ له اللي هو عايزه، يا اما ان انت يعني رأيه بيعجبه في الآخر اللي هو الغلط، بس انت مش تقدر تستخدم الشغل ده عندك، لان احنا اتفقنا ان احنا بنقدم شغل بجودة عالية. فما ينفعش ان انا احط شغل عندي او اعمل شغل عندي على المدى البعيد يكون بجودة وحشة، ويظهر عندي في البورتفوليو ان هو مش كويس. فبالتالي انا المفروض بعمل جودة عالية. فلو العميل طلب حاجة غلط المفروض اقول له لا، والمفروض اصحح له المنظور بتاعه. والمفروض ان انا مش بكسب عميل النهارده عشان اخسر عملاء بكره. لا، انا بكسب عميل النهارده وشغل صح النهارده عشان اكسب عملاء وشغل بكره. فبالتالي الشغل ده كله بيتشاف، وعلى اساس البورتفوليو بتاعك وعلى اساس الشغل عالي الجودة بتاعك انت الشغل بيجيلك. فمحدش هيجيلك لو انت عامل حاجة غلط، او لو انت عامل مواقع شكلها وحش عشان بتسمع كلام العميل. فده عميل المفروض نقول له لا. عندنا كمان العميل او الشركة، حتى لو احنا كنا شغالين في شركة فول تايم، ان هما بيجيبوا مثلا صور رديئة، مش جودة عالية خالص. فما ينفعش ان احنا نستخدمها للموقع بتاعنا، او لان احنا نعرض خدمة او منتج بتاعنا. المفروض ان احنا عشان نعرض حاجة المفروض تكون باينة ان هي عالية الجودة. ما ينفعش اوري للعميل حاجة شكلها وحش ومستني في الاخر ان هو يشتريها. فبالتالي المفروض استخدم صور ليها جودة عالية، واستخدم كونتنت ليه جودة عالية. ما ينفعش انا مرة اوقات كان بيجيلي كونتنت حرفيا لاعلانات الفيسبوك. يعني لو حد يعرف الكونتنت بتاع اعلانات الفيسبوك بيكون عامل ازاي، يعني هو المكان، لكن لو استخدم على مواقع بيكون رديء جدا. يعني كونتنت المواقع المفروض يكون ليه جودة عالية، ويكون يعني انت بتتكلم فئة معينة، عكس لما بتعمل اعلانات على الفيسبوك مثلا. دي ليها لغتها ودي ليها لغتها. فما ينفعش تجيب كونتنت لاعلانات الفيسبوك تقول لي حطيه مثلا على لاندنج بيج على الموقع. ما ينفعش. دي حاجات رديئة تخسرنا عميل وتخسرنا. وحتى لو جابت لنا عملاء مش هتجيب العملاء اللي احنا منتظرينها والكونتنت اللي بيجي لنا، ونقول للعملاء لا على اي حاجة جودتها قليلة. لان في الاخر العميل لما الشغل يطلع وحش
او لو اللاندنج بيج ما عملتش مبيعات بسبب التصميم الرديء او بسبب الكونتنت اللي انت قبلته او بسبب الصور بتاعت المنتجات اللي انت قبلت ان انت تحطها عندك، العميل في الاخر مش هيجيلك تاني عشان شايف ان انت شغلك وحش، مع ان انت سمعت كلامه، يعني انت سمعت كلامه، بس لا، هو مش هيجيلك تاني عشان انت شغلك وحش. على عكس لما تفرض رايك وتقول لا انا مش هشتغل غير بصور فلانيه، انا مش هشتغل غير بكونتنت معين، انا مش هشتغل غير لما اعمل تصميمات معينه. تمام. فالعميل وقتها لما ينجح وشغله يبان ان هو حلو، حتى في عملاء آه يعني مش بيستنوا ان مثلا اللاندنج بيج تبيع او حاجه، هم بعينيهم بيقدروا يشوفوا انت فعلا كان عندك حق للتصميم النهائي اللي بيظهر. اوكي، فاحنا ما ينفعش نقبل حاجه اقل جوده عشان نرضي العملاء وفي الاخر هم مش هيكونوا راضيين، يعني هم في الاخر مش هيكونوا راضيين. لا، احنا المفروض نقول لا عشان نطلع بالشغل بتاعنا لاعلى درجه او لاعلى نتيجه، وبالتالي العميل هيجيلك تاني وعملاء تانية لما يشوفوا الشغل بتاعك هيجولك تاني. فاحنا ما ينفعش نقلل، اوكي، ما ينفعش نقلل عن الطلبات بتاعتنا عشان نرضي العميل. العميل اللي بيطلب طلبات خارج اختصاصنا ده كمان بنقول له لا. يعني مثلا لو حد قال لنا احنا هنشتغل ACO على الموقع، او مثلا حد قال لنا انتوا هتعملوا لي اللوجو بتاع الموقع، فاحنا بنعتذر جدا ان احنا مش هنقدر نخدمه في الحتة دي، وبنقول له مثلا ان احنا نقدر نوصلك بحد مختص ACO او حد يقدر يعمل لك اللوجو بتاعك. لكن ده مش بيكون شرط قوي في الشغل بتاعنا، لكن في عملاء بتحب الباكج. الحقيقة انا مش عارفة ان حد يكون باكجينج في في الاختصاصات او كده دي حاجة حلوة ولا لا، لكن انا مثلا لو عايزة حد يعمل لي حاجة معينة فهروح للمختص بتاعها، مش هروح لواحد عنده باكج مهارات كده واقول له انا عايزة واحد اتنين تلاتة. طبعا ده بيكون اوفر للعميل من حتة، بس مش بيقدم جودة عالية من حتة تانية. بس كده احنا وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم.